هذه الحلقة غير عادية لعدة أسباب. هي أولا تقربنا من العالم الرحب والممتلئ لكاتبة كبيرة. هذه الكاتبة الكبيرة يقف منها القراء ويقف منها الجمهور الثقافي إما موقف التأييد المطلق وإما موقف المواجهة والرفض المطلق، وبين القبول والرفض تتحرك كتاباتها طبقا لمستوى التلقي. الكاتبة الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي، وهي أيضا غير عادية لأنها تجمعنا مع الكاتبة الكبيرة بابنتها الكاتبة الشابة التي تشق طريقها في دأب وإصرار وحساسية، وتصدر حتى الآن في سنوات قليلة 7 كتب متتابعة في مجال التعبير الأدبي بالقصة والخاطرة والنظرة الفاحصة للمجتمع. نحن نلتقي في هذه الحلقة من الأمسية بعد أن عادت ضيفتانا من رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتورة نوال من خلالها كانت تأخذ الدكتوراه الفخرية للمرة الثانية عن كتب لها ترجمت إلى العديد من اللغات الحية، لغات تربو على 20 لغة. بين أيدينا الآن نماذج من هذه الكتب في لغتها العربية وأيضا في بعض اللغات التي ترجمت إلينا. يجمع بين ضيفتينا أمور كثيرة أكثر من كونهما أما وابنة: الكتابة والكلمة والمواجهة مع الواقع والرغبة في التغيير والحلم بكل ما هو أفضل. أيضا يفرق بينهما أنهما تنتميان إلى جيلين مختلفين، وأن لكل منهما شخصيتها المستقلة جدا كما سنكتشف من الحوار وطريقتها في التعبير عن نفسها. أهلا بضيفتينا الكبيرتين. دكتورة نوال، نقول مبروك في البداية على الدكتوراه الفخرية التي علمت منك الآن أنها ليست أول دكتوراه، سبقتها دكتوراه أخرى. وطبعا هذه فرصة لكي أقول لك لابد أنك تعيشين حالة شديدة الخصوصية. أنت معروفة جدا في الدوائر الأجنبية في أوروبا وفي أمريكا، ومقروءة على مستوى العالم بأكثر مما يعرفك القارئ المصري والعربي. ما هو شعورك إزاء هذا الموقف؟ أنا معروفة في العالم العربي وفي مصر. يعني كتبي موجودة، الناس بتقرأ، يمكن على المستوى الرسمي غير موجودة، لكن على المستوى الشعبي أنا بحس يعني حينما حتى أمشي في الطريق أحيانا الناس تتذكرني أحيانا أو يقرأوا لي مقال. لكن درجة الاهتمام بكتاباتك عند الآخرين ربما كانت أكثر الصدى. أيوة. ممكن نقول إن النقاد في أوروبا وفي الولايات المتحدة وأيضا في الشرق، يعني عندي كتب في تركيا، في أندونيسيا، في إيران، يعني مش الغرب بس، يعني في مناطق لم يدخلها الكتاب المصري والعربي بعد. يعني نحن اعتدنا أن الترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، لكن الترجمة إلى لغات من لغات المناطق المحيطة بنا هذا شيء جديد. بالضبط، خصوصا تركي، إيران، أندونيسيا، إفريقيا، اللغات الإفريقية. يعني أنا دهشت لما بسافر في إفريقيا بلاقي الناس قارئين كتبي. فيعني بس فكرة إن كتبي هناك إشاعة تبدو ربما من بعض الكتابات إن أنا معروفة في الغرب أكثر من الشرق. غير صحيح. أنت ترين أنها هي إشاعة. هي إشاعة. عظيم. الدكتوراه كانت مرتبطة بشيء معين؟ بالكتابات الأدبية. وهم لما بيعطوا الدكتوراه بياخدوا الشخصية كعموم. يعني يقول لك مثلا هذه الشخصية قدمت كذا من المؤلفات في الأدب وفي العلم، ولي مؤلفات علمية أيضا بالنسبة لقضية المرأة. لكن أساسا الدكتوراه للإنتاج الأدبي. أنا أريد أن أسأل الكاتبة منى حلمي عن رأيها فيما تكتبه الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي. كيف ترى صورتها ككاتبة؟ أعتقد أن هي منذ بدأت أن تكتب، ده كان في أواخر الخمسينات وحتى الآن، هي صوت متميز جدا، ثائر جدا،
وده بيبرر أحيانا بعض أنواع التجاهل اللي هي بتحس بيها مؤلمة جدا داخل وطنها. وأيضا الجرأة الشديدة في تكسير كثير جدا من القيم اللي احنا تربينا عليها، بدءا بالبيت وحتى أعلى المستويات. أعتقد دي أول ميزة، هي الرغبة في كسر كل المحظورات اللي ممكن تكون بالنسبة للكاتبات وأيضا كتاب رجال عائق أو مش بهذا الوضوح كان في كتابات الدكتورة نوال. أنت قلت إن كتاباتها ترجع إلى الخمسينيات، هناك كتاب يرجع إلى الأربعينيات. كتبته عندها 14 سنة 13 سنة. إذا يعني نبدأ التاريخ من قبل هذا. وهذا مهم لأن هي بذرة التمرد بدأت في هذه السن الصغيرة، وكان كل ما جاء بعدها هو امتداد في الحقيقة لهذه البذرة المتمردة في الطفولة. هل تحسين أنك بشكل من الأشكال امتداد لنوال السعداوي أم لحن مختلف خرج من نفس المنطقة والبيئة لكن صوته اختلف؟ الأقرب لإحساسي إنه أنا أخرج من نفس العالم والبيئة والقيم والرغبة والطموح، ولكن ليا مفرداتي الخاصة وأحلامي المستقلة، ولكن بيجمعنا جوهر واحد، وإن اختلف بطبيعة السن والمرحلة والجيل. عندما تقرأين لها هل تحسين أنها تعبر عن جيلها أم عن جيلك أم عن المرأة بشكل عام؟ أعتقد إن هي بتعبر، طبعا في خصوصية إنها تعبر أكتر عن المرحلة والزمن اللي هي عاشته بمعاناته وطموحاته وإجهاضاته المختلفة، ولكن مش بس ميزة لكتابات نوال السعداوي، ولكن أعتقد إن كتابة أي مبدع حقيقي أو أي مبدعة حقيقية إنه أي إنسان ممكن يجد فيه نفسه في أي زمن من الأزمان، لأنه هو بينطلق من خصوصية معينة لكن بيتجاوز ده إلى عالم أرحب وقيم إنسانية ممكن ناس كتيرة جدا يحسوا بيها ويشتركوا فيها معنا. فهي بتعبر عن المرأة في زمن معين في وطن معين، ولكن أيضا الإنسانية كلها تحس إن هي تجد صوتها في هذه الخصوصية. جميل. نوال السعداوي لو أردنا أن نرى كيف تقيم كتابات ابنتها منى حلمي، هل تستطيع أن تتخلص من حس الأمومة وتتجرد وتصبح قارئة محايدة وتقول لنا كيف ترى كتاباتها في الكتب السبعة؟ أنا بكل أسف كتابات منى تاهت وسط طوفان من كتابات نوال السعداوي. لا ما تاهتش أبدا، أنا شايفاها. لا هي منى متميزة. يعني أنا مسرورة جدا إنها يعني استطاعت من الطفولة إنها تكون هي منى. طبعا تأثير الأم وخصوصا لما تبقى أم زي يعني إلى حد ما موجودة حتى وهي غائبة، إنما منى استطاعت لأنها نمت في جو من الحرية فعلا. يعني من سن 4 سنوات أنا حرصت إنها تكون إنسانة حرة وتكون إنسانة مستقلة ومسؤولة عن نفسها. المسؤولية مع الحرية من سن 4 سنوات خلتها تبقى إنسانة لها شخصيتها المستقلة عن أمها وعن الأسرة كلها. والمسؤولية والحرية هما شرط الإبداع. بدون حرية وبدون مسؤولية لا إبداع. وخصوصا إن مفهوم الحرية أحيانا بيضل إلى اللامسؤولية، لكن الحرية الحقيقية هي المسؤولية. يعني منى عندها إحساس خطير بالوقت بالإنتاج زي إحساسي برضه، لأنها كانت دايما تشوفني قاعدة مشغولة يا إما بشيء، عمر ما لقتني كده قاعدة بأسرسر يعني. فهي برضو عندها إحساس إن الوقت ثمين جدا وإن عملها الإبداعي أهم من كل شيء في الحياة. فهي خدت ده كده بالمناخ العام اللي كان موجود في البيت. الدكتورة منى السعداوي التي بدأت طبيبة ودرست الطب، ماذا منحها عالم الطب؟ يعني طبعا أنا أعرف أن إجاباتك لن تكون تقليدية، لأن دائما يقولون الأطباء قريبون من هموم الناس ومن مشاكلهم ومن آلامهم ومن قلوبهم، وإبراهيم ناجي كان شاعر ورقيق لأنه كان طبيب للقلب إلى آخره. وأيضا يعني حتى لو سألنا
كل أدبائنا من الأطباء سيجيبون في مثل هذا الإطار. أنا أعتقد أن الطب منحك أشياء أخرى مختلفة. منحني الألم، المعاناة. أنا كرهت أن أكون طبيبة، يعني أنا يمكن كتير جدا بيتمنوا أنهم يكونوا أطباء، أنا عمري ما تمنيت أكون طبيبة لأني عشت في ألم من الطفولة، وكنت بجد في الكتابة والإبداع البراح اللي يبعدني عن الألم، الحلم بعالم بلا ألم، بلا معاناة، بلا فقر، بلا اضطهاد. الطب رجعني تاني إلى الألم، إلى المعاناة، إلى الأنين اللي بسمعه ليل نهار من المرضى. فكنت بهرب، كان عندي هروب من الطب وكراهية للمهنة. كنت دايما أكتب أقول أنا أكره أن أكون طبيبة، أكره المهنة، ومع ذلك الطب أعطاني الكثير. تشريح جسد الإنسان، القرب من الجسد الإنسان في الحياة وفي الموت وفي المرض هام جدا للإبداع والفن. دكتورة نوال، لك نظرية في تكوين الوجه الإنساني، في الجمجمة، في تكوين عظام الوجه، وكيف أن هذا التكوين يمنحك رؤية للشخصية ونفاذ إلى أعماق الإنسان. هذه فرصة لتوضحي للمشاهدين هذه الفكرة. يعني يبدو أنك طبقتيها على عديدين وكانت دائما تصدق. ترين الإنسان لأول وهلة، تنظرين إلى الجبهة والوجه والتكوين التشريحي فتصفينه بصفاته الأساسية وتكتبين عنه من خلال هذا التصور. هو بالحدث، يعني بالفطرة، ده بيبقى موجود عند الأطفال، وكان عندي موجود وأنا طفلة. يعني كنت كده أبقى موجودة وفجأة أقول لأمي الراجل ده أنا مش بحبه، شكله كده كأنه مش أمين، فتندهش. أو مثلا أقول لوالدي أنا مش مستريحة للوجه ده وأنا طفلة، وده كل الأطفال بيعملوا كده. نتيجة الأطفال وهم صغيرين عندهم وحدة كلية، الجسم والعقل والنفس والروح كلهم بيتعاملوا مع الوجوه ومع البشر ومع الحياة بكل كيانهم الكلي. لما بنكبر شوية بحكم التربية والمدارس يبتدي ينفصل الجسم عن العقل عن الروح، فنبتدي نحكم على الناس بعقلي بس أو جسمي بس أو روحي بس، ومن هنا يحدث الخطأ. أنا ما أعرفش إزاي احتفظت بطفولتي، ما أعرفش لأسباب كثيرة أنا ببحث عنها في أوراق حياتي في الجزء الثاني. فأصبحت قادرة على أني لما بشوف إنسان بشوفه بكل كياني الكلي وأنظر له إلى كيانه الكلي. ودهشت لما سافرت برا وأصبحت أستاذة في جامعة ديوك الأمريكية أن هناك علم كبير اسمه علم الوجه، قراءة الوجه من الملامح ومن الرأس ومن العيون ومن خطوط الوجه وتشريح الوجه. وأصبحت أقرأ بنهم في هذا العلم، فإذا بي أكتشف ما اكتشفته وأنا طفلة في 7 من العمر. يعني كان شيء غريب. جميل. بالنسبة لي كان شيء مبدع يعني. جميل. يعني حدث الطفولة تحول إلى علم له قواعد في سنوات النضج. يا ترى الكاتبة منى لها نفس التوجه؟ تستطيع هي الأخرى أن تمارس، يعني باعتبار أن فيك امتدادات كثيرة من الأم نوال السعداوي؟ أنا بالنسبة لي الحقيقة انطباع الأول مهم جدا، وقراءة الملامح ونبرة الصوت عندي مهمة جدا. وأعتقد أن الوحدة الكلية دي، أن الإنسان كل ما بيقرب من أجزائه اللي احنا اتعودنا أنها متناقضة أو ضد بعض، كل ما بيقرب من الوحدة دي بيكون أكثر قدرة أنه الانطباعات الأولى تكون أصح. ويمكن ده كمان اللي بيخلي الإبداع أو الفن عموما ممتع، لأنه الإنسان المبدع اللي بيخليه يفرق عن أي إنسان آخر هو قدرته أنه يبقى كيان واحد، بالذات ده بيكون أكثر خلال لحظات الإبداع. فأنا بالنسبة لي أنا أؤيد هذا. يعني الغريب أن تقول هذا الكلام المشترك، وكتاباتكما تجسيد للإنسان من الداخل ولا تتوقف أبدا عند الشكل الخارجي. يعني لديكما هذا الإدراك لمعضلة الوجه والتشريح، ومع ذلك تتجاوزان هذه الرؤية إلى
إلى الأعماق، والكتابة دائما عن الشخصية من الداخل وعن التكوين من الداخل وصبر الأغوار والبحث في طبقات متراكبة من حضارات مختلفة داخل الإنسان الواحد، سواء عندك أو عند منى. قول يا منى. أنا أشعر أنه ليس هناك تناقض، يعني بمعنى أنه التركيز على المشاعر النفسية العميقة والدخول إلى الداخل هو في الحقيقة امتداد لهذه الثقة في حدسي الأول بالنسبة للملامح والصوت. يعني هو الشرارة الأولى للدخول إلى الداخل. أنا شايفة أن مفيش تناقض بين يعني لا يمكن الفصل بين الخارج والداخل. طبعا بالضبط، لا يمكن الفصل بين الجسد والعقل والروح. هذا الفصل نظري، ممكن نظري للدراسة والبحث، لكن في الحياة الواقعية لا يمكن. يمكن أنا شوية تمردت ضد الخارج بسبب المبالغة بالاهتمام بالمظاهر. فكان موقفك رد فعل؟ المكياج. رد فعل. يعني أنا أذكر لما كنت أدخل التلفزيون ياخدوني غصب عني إلى حجرة المكياج. كنت أقاوم، يعني من ضمن سعادتي اليوم إن لا أحد فرض علي المكياج. يعني شوف قد إيه يعني هو مش رفض للجمال والأنوثة، ولكن هو حب للطبيعة. يعني أنا لا أقصد الفصل بين العالمين، أنا أقصد أن كتاباتكما خلت من التوقف عند هذا الشكل الخارجي وإعطاء مساحة من الاهتمام. يعني تنفذان، تدركان وتنفذان إلى الداخل وتكتبان مباشرة بدون أن يستهويكما هذا الشكل الخارجي. يعني هذا ما قصدت، ولذلك هذه فرصة لأسألكما معنى الجمال والأنوثة بالنسبة لنوال السعداوي ومنى حلمي. قول يا منى، ما هو يعني كيف انعكس في كتابتكم؟ وهذا مهم بالنسبة لكاتبة. طبعا الكاتبة امرأة بتعيش في مجتمع بيضخم من معنى الجمال اللي أنا بشوفه الحقيقة يعني ضد الجمال، ويشوه قدرات المرأة الحقيقية على العطاء والإبداع، بالذات الإبداع. أنا بشوف إن الجمال هو القدرة الدائمة على عدم إرضاء الآخرين، وأن يكون الإنسان نفسه. ده موقف فلسفي. قد يكون يعني أي ممارسة بتفقد الإنسان جزء من ملامحه الطبيعية، من آلامه الحقيقية، من معاناته الحقيقية، من أحلامه، من تجاعيد وجهه. يعني المرأة وحتى الرجل اللي بيخفي تجاعيد وجهه ده زيف. يعني إذا نعرفه بالسلب. التصنع هو القبح، وتغيير الحقيقة هو القبح. طبعا وده ضد الإبداع. إذا كنا بنتكلم أكثر عن الإبداع والفن، الإبداع هو أن تكون يقظ جدا لأي محاولة حتى تحت اسم الجمال أن تغير من ذاتك أو ترضي القيم الخارجية أو ترضي الناس بالقيم الكتيرة اللي بيؤمنوا بيها. دكتورة نوال بتفسح المساحة الأكبر لمنى لكي تدخل وتتقدم وتدلي بدلوها. ما رأيك أنت؟ أنا طبعا بتفق مع منى جدا. يعني الجمال هو الشجاعة في أن أكون أنا نفسي بجمالي وقبحي وشيخوختي وطفولتي وشبابي. يعني أنا كل تجعيدة من وجهي لها قصة أنا أحب أن أبرزها. لما يجوا يقولوا لي خبي تجاعيد وجهك بالبودرة، أنا أرفض، لأني أخفي جمالي. أنا تجاوزت 60 سنة. أنا بفخر. النساء عندنا يخبوا عمرهم. أنا بفخر بكل تجعيدة، بلون ممكن يكون أسمر، بالعروق يمكن تكون نافرة في اليد. جزء من حياتي، من تجربتي، من تجاربي. فرضوا على المرأة أن تخفي حياتها وتجاربها وذاتها لتصبح فتاة ساذجة، وهي عندها 60 سنة تبقى فتاة عمرها 30 سنة بالمكياج. هذا خطأ. أنا مش بتكلم عن مصر. في أوروبا وأمريكا دلوقتي بيعملوا جراحات التجميل عشان يشدوا الوجه. هذا شيء قبيح. يعني أنا بشوف نساء من عمري شادين وجههم، أنا بعتبرهم في منتهى القبح. هم في منتهى الجمال في نظر أنفسهم وفي نظر العالم، لكن هم في نظري في منتهى القبح. فأنا مسرورة جدا إن منى عندها الشجاعة دي، وهي طبعا بتشوفني إزاي بحاول
أقاوم هذا التزييف للذات ولتجربة المرأة. في هذا الإطار نوال السعداوي التي تكتب وهي لم تغادر الطفولة بعد في سن 13 تكتب مذكرات طفلة اسمها سعاد، أول كتاب سنة 1944 وتكتب حتى الآن، وهي تنظر إلى كتابات منى حلمي التي بدأت منذ سنوات. هل تحسين أن الكاتبة في جيلك كانت أقل حظا أم أسعد حظا من كتابات هذا الجيل؟ صعب السؤال من ناحية الحظ. يعني لا، يعني أنا أقصد بالحظ القدرة على التعبير عن الواقع، القدرة على أن تجد الكتابة صداها المطلوب عند الآخرين، إمكانيات وفرص انتشار ما يكتب. يعني كاتبة من جيل الخمسينيات أمام كاتبة من جيل التسعينيات. لا طبعا في الحالة دي هم أكثر حظا. هم يعني أكثر حظا. إحنا أيامنا أذكر كنت بخبي الكتب تحت البطاطين عشان أقرأ. يعني الكتابة كانت القراءة كانت محرمة، وطبعا الكتابة تبقى أكثر تحديد. طبعا يعني كان شيء غريب أن تكتب المرأة أو أن تقرأ أن تقرأ خارج التدبير المنزلي أو خارج المدرسة حتى. يعني ازاي اقرا خارج مقررات المدرسه. وحتى لما كنت في الطب ازاي اقرا خارج الطب. يعني كان في هناك فواصل حاسمه بين الامور. وكان هناك كتاب يكتبون باقلام نسائيه. يعني لان الساحه لم تتسع للمراه نفسها لتكتب، بعض الرجال تقمصوا أقلام نسائية ليكتبوا بتوقيعها في فترات مختلفة. وكان مجالات محظورة أيضا. المجالات المتعلقة بالجسم، بالمرأة، بالتفكير، بالحرية. هل لمنى نفس الرأي أم أن الظروف لا تريناها بهذه الطريقة؟ أنا يمكن عندي رأي مختلف. أنا متوقع هذا. يعني طبعا ما اقدرش انكر ان فرص التعبير مختلفة زادت طبعا. ولكن انا عندي انطباع قد اكون مخطئة ولكن دايما بيجيلي انه الجيل اللي بتنتمي اليه الدكتورة نوال يمكن كان فيه عدد اقل من الكاتبات، وكانت فرص التعبير اقل واقصى، وكان فيه كمية المعافرة اللي لازم يبذلوها عشان يوصلوا صوتهم جايز ده كان اكتر وعددهم اقل، لكن نوع الكتابة كان أفضل. إحنا يمكن دلوقتي في عدد كبير جدا من الكاتبات. يعني أنا كل يعني زي اللي في الغنى كل حد دلوقتي بيغني، لكن الغنى نفسه أقل. ففي بيكتبوا كتير قوي لكن الكتابة نفسها قلت. فأنا أعتقد إنه قدام ميزة فرص التعبير اللي زادت وتقبل المجتمع الآن المرأة التي تتكلم عن قضيتها وحقوقها وتحريرها ده بقى أكثر اتساعا. ولكن نوعية الكتابة والإخلاص والجهد وماذا تعني الكتابة في حياة المرأة وموقعها من وجودها، أعتقد ده بيرجع لورا. دكتورة نوال، الطرح البسيط للهموم التي تثيرها الكاتبة كان ينظر إليه دائما على أن معركة المرأة ضد الرجل، والبعض يقول آن الأوان أن تصبح معركة الطرفين ضد التخلف، والبعض أيضا يعترض يقول ده تمييع للقضية وهذا خروج بالقضية عن شكلها الحقيقي، المعركة ما تزال مع الرجل. البعض يقول هذا، والبعض يقول لا، المعركة لتكون مع التخلف، لأن لو حدث الوعي المطلوب والمنشود سيصبح كل من الرجل والمرأة في الحال السوية أو في الصيغة الأفضل. ما رأيك في شكل المعركة إذا اعتبرت معركة؟ يعني هي معركة، وقضية المرأة علم الحقيقة. يعني أنا درست الطب سنوات طويلة. قضية المرأة خدت مني عشان أدرسها ضعف سنوات الطب. في ناس كتير جدا بيتكلموا في قضية المرأة دون أن يعرفوا شيء عن قضية المرأة. هي علم وأصبح لها كراسي في الجامعات لأنها بتمس التاريخ والحضارات والأديان والاقتصاد والسياسة والفلسفة وعلم النفس والطب والجسم. يعني هي ليست قضية سهلة. أنا بحزن حينما أرى أساتذة في الجامعة في مصر وأستاذات يفتوا في قضية المرأة بأشياء غريبة جدا. يقول لك إيه، دي قضية غربية مفروضة علينا من الغرب، كأنما المرأة المصرية عاجزة عن أن تتمرد أو ترفض بسبب الظلم، أو يقول لك دي قضية معركة بين رجل وامرأة فقط.
وهي بتقسم الصفوف والمفروض ننتبه للقضية الوطنية، في حين قضية المرأة قضية وطنية وقضية سياسية من الدرجة الأولى، لأن النساء نصف المجتمع. تمام. فيعني بقرا في الصحف حاجات غريبة. دكتورة نوال، هذا يفسر تعدد المجالات التي كتبت فيها واتساعها. يعني لو حاولت أن أذكر بعض العناوين، قضية المرأة، معركة جديدة في قضية المرأة، يعني هذا عنوان لكتاب كبير. امرأتان، دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، المرأة والجنس، الأنثى هي الأصل، الرجل والجنس، المرأة والصراع النفسي، الوجه العاري للمرأة العربية. يعني هذه المؤلفات على كثرتها توضح حجم الاهتمام والعمق. هل منى حلمي قريبة من نفس الدائرة؟ يعني تركيزك فيما تكتبين على القضية كجوهر، أم أن لك مسارب أخرى للكتابة وآفاق أخرى تحلقين فيها أحيانا؟ لا، أنا لا أكتب كي أحرر النساء. لا طبعا. يعني وإلا كنت انتميت إلى حزب سياسي أو يعني إلى عمل جماعي. لا، أنا أكتب لأني أحب الكتابة وأستمتع بيها، ولا أعرف أن أتقن شيئا آخر غير الكتابة. ما هو ده اسمه إذا كان لابد أن نربط الكتابة بفعل التحرر، فأنا عشان أنا نفسي أتحرر. ولتحرير الوجدان أيضا عند المتلقي، وجدان وعقل يعني المتلقي. ما بيكونش في ذهني وأنا بكتب. يعني أنا بكتب لوجه الكتابة الخالص، وببقى مش شايفة مين اللي هيقراني ولا متوقعة الجمهور اللي هيقرأ. أنا أكتب لأني في هذه اللحظة أريد أن أجلس وأعبر عن شيء ملح جدا 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 في مشاعري وانفعالاتي، أو كل الانفعالات طبعا. ولكن إذا بعد في بين السطور قد يحس آخر بضرورة الحرية أو ضرورة التغيير أو ضرورة التمرد على شيء ما، ده بيبقى هو وشأنه. هو وشأنه. ليس مسؤوليتك أنت. الكتابة ذاتها المتعة. جميل. دكتورة نوال السعداوي، 4 سنوات من الغربة بعيدا عن مصر، تعملين أستاذة زائرة في الجامعات الأمريكية. ماذا أعطتك هذه السنوات؟ هل أعطتك رؤية أفضل للوطن؟ يعني الشاعر صلاح بالصبور له تعبير جميل: أجافيكم لأعرفكم، أبتعد فأراكم أكثر. هل رأيت الوطن أكثر؟ طبيعي. لا يمكن أن نرى أنفسنا أو الوطن دون مسافة. لابد من مسافة. نشوف، أنا لازم عشان أشوفك يبقى بيني وبينك مسافة. تمام. ضروري. الاقتراب بسبب نوع من العمى. حجاب. حجاب. فأنا مجرد المسافة، ولاني سافرت كتير لكن مش لمسافات طويلة، شهور، إنما غياب 4 سنوات وتأمل الوطن من بعيد، تأمل النفس، تأمل الأهل الأقارب، هو اللي أعطاني القدرة على إني أشوف أكتر وقارن. مقارنة مهمة جدا. جميل جدا. هل من هذا المدخل، والدكتورة نوال في أمريكا، بدلا من أن تكتب عن الغرب الأمريكي وعن المجتمع الذي تعيش فيه، بدأت تكتب عن طفولتها؟ يعني كان هناك حفر في الذات وتنقيب في طفولتك تم ليس وأنت في مصر، ولكن وأنت هناك على مسافة عشرات الألوف من الأميال. مستحيل كنت أستطيع أن أكتب ما كتبت عن حياتي في مصر. كان لابد أن أبعد مسافات طويلة، مسافات في الجسم والأرض والمناخ ورائحة الهواء، وأعيش الغربة كاملة حتى أعود إلى طفولتي. تجربة جميلة غريبة وطبيعية جدا. طبيعي. وليس موقفا خاصا بك دكتورة نوال. يعني أنا الآن أكاد أستحضر تجربة الكاتب الكبير بهاء طاهر، وهو يعيش سنوات طويلة في سويسرا ويكتب عن خالة صفية والدير وعن قريته الصعيدية وعن الجنوب الصعيدي وهو في سويسرا وليس في مصر. يعني يبدو أن الإحساس بالاغتراب والبعد والمسافة هو الذي يردنا إلى الحقيقة. لكن أحيانا كما أجد في كتابات منى حلمي إحساس بالاغتراب في الداخل. يعني ليس ضروريا للمعرفة والاقتراب أن يكون الإنسان بعيدا بالجسد. طبعا غربة الروح أصعب، وممكن تكون في وطنك وبين أهلك وناسك وتشعر باغتراب
أكثر إلزاما من الاغتراب لمجرد أنك بعدت بالجسد مسافات طويلة. ولكن ده جزء يعني فعلا ده يعني محور بيتكرر في كتاباتي، هو البحث عن العالم اللي ممكن أحس بالانتماء إليه، وبعدين أدرك أن هذا الانتماء هيكون ضد الإبداع أو هو الموت نفسه. يعني يظل قدر الإبداع هو عدم الرضا دايما عن الاستقرار أو الإحساس أن فعلا هنا انتمائي وهنا أرضي وهنا وطن. وأيضا يمكن لأنه أنا بأحلم بأشياء مختلفة كثيرة جدا ككاتبة وكامرأة وكإنسانة، فمن الصعب أن تجد من يشاركك هذا الاختلاف وهذا التجاوب. دكتورة نوال، يعني هناك انطباع تتركه كتاباتك في نفس القارئ، ليس فقط أنك كاتبة تعكفين على رسالة معينة أو مجالات اهتمامات معينة، ولكن أنك لا يمكن أن تكوني منضوية داخل فكرة كبيرة أو تنظيم أو حزب سياسي أو موقف. يعني القارئ يحس أنك أكبر من هذه الأطر، وأن ما تكتبينه وحده عالم خاص وموقف خاص، وبالتالي يمكن أن يمثل ما تمثله الأحزاب مثلا. هل هذا الانطباع صحيح؟ أنا في حياتي كلها ما دخلتش أحزاب أبدا. لهذا السبب. وزي ما منى قالت، يعني أنت ترين أن الكاتب ينبغي أن يكون بعيدا ويحافظ على استقلاليته وتفرد. ليس كل كاتب أو كاتبة. يعني أنا هناك كتاب وكاتبات طبيعتهم يحبوا الانتماء إلى حزب ما أو اتجاه سياسي معين، ويعملوا سياسيا لتغيير المجتمع من خلال الحزب. كلنا بننشد التغيير، كل كاتب، والبحث عن الأفضل طبعا. كلنا ننشد التغيير، الإبداع، محاولة للتجديد والتغيير. لكن أنا كان عندي ربما بسبب الأحزاب السياسية نفسها اللي أنا شفتها أو عاصرتها، يعني ما قدرتش أنطوي في هذا الإطار. نمرة واحد. نمرة اثنين، الكتابة عمل يحتاج إلى التفرغ. العمل السياسي في مصر أيضا يحتاج إلى التفرغ. تمام. فمش فلا يمكن الجمع. فلا يمكن، صعب أوي الجمع. زائد النقطة الثالثة اللي منى قالتها عجبتني جدا، ويمكن أنا بأشاركها في كده. أنا بكتب من أجل حب الكتاب. يعني ده هو الكتابة عندي مثل التنفس، هواء، تنفس، ضرورة. فلا علاقة لها لا بالسياسة بقى ولا حاجة. دي عملية زي ما تكون جسمية، عملية بيولوجية، فسيولوجية، جسمية. يعني هذا يفسر توالي وتتابع الكتب زي التنفس. يعني من المؤكد المشاهد هيسأل، أو أي مشاهد هيسأل، متى وجدت الوقت لتكتب كل هذا؟ من 4 لأنها لم يكن لديها وقت لشيء آخر. التفرغ والتركيز. التركيز في شيء، أصل من أخطر الأشياء بعثرة الاهتمام في أشياء كثيرة، لكن التركيز والاهتمام وأن يكون للإنسان قضية هي دي حياته. دكتورة نوال، هل هذا التركيز وصولا إلى العمق في مرحلة ما يحس الإنسان بالرغبة في تغيير المجال؟ يعني أحيانا عندما أقرأ لك كتابات رحلات حول العالم، انطباعات من هنا وهناك، كتابة السيرة الذاتية، أحس أنك تجربين عزفا من نوع آخر، أو تحاولين أن تغيري من طعم اللحن الأساسي الذي تتعاملين معه لسنوات طويلة. هل هذا الإحساس صحيح؟ إلى حد ما، بس كل كاتب أو كل مبدع أو مبدعة بيبقى له لحن أساسي، لحن حياته، بيعزف على أوتار كثيرة. ما حضرتك تلاقي فيه طب وفي أدب وفي علم نفس وفي المرأة وفي الرجل وفي مذكرات السجن وفي أغنية الأطفال الدائرية وفي أشياء مختلفة. فبالعكس أنا ضد الفصل بين التخصصات. يعني أنا بعد ما درست الطب ابتديت أقرأ تاريخ وأديان وفلسفة وعلم يعني ابتديت أحس أن الطب ده لا يسعفني لفهم الحياة، بل بالعكس ده بيبعدني. فابتديت أقرأ في مجالات أخرى، زي الموسيقى لها أوتار كثيرة لكن اللحن واحد.
لحن زي جذر الشجرة يطلع من الأرض واحد ثم يتفرع إلى أشياء كثيرة. الكاتبة منى حلمي، هل نعتبر مكتشفك دكتور يوسف إدريس؟ يعني اهتمامه بكتابك الأول وحماسه لكتاباتك، هل نسميه مكتشف منى حلمي؟ يعني من بين اكتشافاته الكثيرة وإنجازاته الإبداعية العظيمة التي لا اختلاف عليها، نقول أيضا اكتشافات لكاتبات ولمبدعات ولمبدعين. طبعا انا اعتز جدا الدكتور يوسف ادريس اول ما اكتشفني، وانا ما انساش ابدا ان الليله كان عندنا في البيت وكنا قاعدين جلسه فيها صداقه وود، وبعدين جبت له بعض القصص. ما كنتش بنشر طبعا ساعتها، الكلام ده من 13 سنه تقريبا. فقلت له يعني يا ريت تبص على بعض الخواطر او القصص القصيره وتقولي رايك. فما كان منه غير ان هو قال لا انا مش هاخدها معايا اقراها، احنا يعني تختاري حاجه منها ونقراها دلوقتي في وسط الجلسه. وكانت قصه قصيره اسمها لحظه انتماء. فغير مسار الجلسه وقال نسمع منى، وسمع القصه كلها وقال لي انت فعلا لازم تاخدي الكتابه مأخذ الجد. فطبعا الليله دي في حياتي لا تنسى، وكانت بدايه ان انا ابتدي احس ان انا لازم اشوف ما الذي لفت يوسف ادريس في كتابات منى حلمي؟ يعني على قدر ما استشففت من اهتمامه. هو شاف القدرة على نسج التفاصيل الصغيرة جدا في الحياة اليومية اللي بتمر بشكل عابر وعادي، ان انا ممكن شيء صغير جدا يبقى عندي بحجم الكون واقعد اشتغل عليه. حتى هو قال دي عامله زي نساجة الكنفا في التقديم بتاع اول كتاب. اعتقد هو ده اول شيء واهم شيء لفت نظري. الدكتورة نوال كان لها تعليق باعتبار ليلة الاكتشاف؟ هي كانت مندهشة الحقيقة جدا، لانه انا ما قلتش انا اندهشت لان طبعا منى زي ما بقول لك الانسان يحتاج الى مسافه. منى قريبه منك جدا، وبالتالي الرؤيه لا استطيع ان ارى ابنتي صعب او ابني، بنحتاج الى بعض غرباء يعني مسافه حتى يكتشفوا اولادنا. لاننا مهما كتبت ابنتي يعني ما صحيح يعني فهو لابد من اخر ليكتشف. تمام، لابد من الاخر ليكتشف الذات، لان هي تعتبر ذاتي يعني جزء من ذاتي. تمام. فانا لا استطيع ان ارى ذاتي رؤيه كامله. فلما جاء الاخر اللي هو يوسف إدريس ورآها، وده كان دايما تاني يوم قال لي انا بعتقد ان منى ستكون كاتبه خطيره ولابد ان تتفرق وتاخذ الكتابه حياتها. انا ذهلت اندهشت. جميل. لكن الدكتور يوسف إدريس لم يتنبأ بأن منى حلمي ستكون كاتبة إذاعية لبرنامج يوجه إلى المرأة كل صباح من إذاعة البرنامج العام أولا، ثم من إذاعة الشرق الأوسط ثانيا. يعني هذا نسيج آخر، وأنه تعبير عن يعني وتر آخر قاعد وتر آخر. هنا أيضا يعني بقى مش زي القصة القصيرة والخواطر. هنا أبدأ عكس الكتابة الإبداعية، إن أنا عندي هدف محدد ومتصورة من الذي سيستمع إلى البرنامج ويسمع الرسالة. فالبداية مختلفة. أنا أيضا لم أتنبأ إن أنا هبقى كاتبة للإذاعة في يوم من الأيام، ولكن الحقيقة تجربتي بالنسبة للإذاعة يعني كانت ثرية جدا، وأضافت إلي حتى في كتابة القصة، وإني أبتدي بهدف واضح محدد لتوصيل فكرة معينة أو نقد معين. فتجربة خصبة جدا. هل نتوقع خطوة قادمة في طريق الكتابة التلفزيونية؟ أنا بدأت بالفعل. والنص موجود، ولكن يمكن في مراحل كثيرة. ظروف الإنتاج يعني. ظروف الإنتاج، وأنا أيضا لسه يعني بخلص بعض اللمسات الأخيرة. يعني هل تحسين بالأمان مع هذه التجربة؟ لأن البعض يقول إن كثيرا من الناجحين في كتابة المسلسلات الدرامية خاصة للتلفزيون بدأوا كتاب قصة، ثم سرعان ما تخلفوا وأصبحت القصة وراء ظهورهم، ولو أنهم دائما يعلنون يعني يا ريت كانت القصة والرواية مستمرة. لا أنا أعتقد المعادلة الصعبة الكتابة في الإذاعة أو بعض المحاولات في التلفزيون، ولكن أنا إخلاصي وولائي الأول في القصة القصيرة بالتحديد. جميل. فلا أعتقد أنه ممكن. المشروع القادم للدكتورة نوال السعداوي
الذي لم يره الناس بعد. سأكمل السيرة الذاتية، الجزء الثاني من السيرة الذاتية بنفس الجرأة والشجاعة أكثر. لا الأول ده لسه المقدمة. يعني الأول ده الدندنة الأولى. أيوة. لجذب الأسماع، يعني ثم بعد ذلك مرحلة ضبط المقام. تماما. لا ده أنا لسه في البداية. جميل. يعني كما قلت في البداية، هذه حلقة غير عادية من الأمسية لأسباب كثيرة لا أريد أن أكررها في ختام الحلقة، لكن أترك للمشاهدين أن يكتشفوا لماذا كانت هذه الحلقة غنية بالحرارة وبالدفء وبالحوار الحي، ونحن نجمع فيها بين كاتبتين: الأم الكاتبة الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي، والابنة الكاتبة الشابة منى حلمي، على مائدة اهتمامات مشتركة واهتمامات غير مشتركة. وفي البداية وفي النهاية هناك دائما جوهر الإبداع الذي يرتكز